مساء كروي استثنائي ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم حين يصطدم منتخب إنجلترا بمنتخب الأرجنتين في مواجهة نارية ضمن نصف نهائي كأس العالم عام 2026. إنها ليست مجرد مباراة عادية، بل فصل جديد من واحدة من أعظم وأشرس المنافسات في تاريخ كرة القدم العالمية. عندما تلتقي إنجلترا والأرجنتين، يعود بنا الزمن إلى مواجهات خالدة حفرت أسماءها في ذاكرة الجماهير، فمنذ ربع نهائي مونديال عام 1966 مروراً بربع نهائي كأس العالم عام 1986 في المكسيك. تلك المباراة الأسطورية التي شهدت هدف دييغو أرماندو مارادونا الشهير المعروف باسم يد الله، ثم هدف القرن الذي راوغ فيه نصف لاعبي إنجلترا وصولاً إلى مواجهات مونديال عام 1998 وعام 2002. ظل الصراع بين المنتخبين يحمل دائماً الكثير من الإثارة والندية والتاريخ. الليلة يعود العملاقان إلى المسرح العالمي، وكل منتخب يحمل حلم الوصول إلى النهائي الكبير ومواصلة الطريق نحو المجد العالمي. المنتخب الإنجليزي يدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار رائع في البطولة، حيث تمكن من تجاوز خصوم أقوياء بفضل قوته الجماعية وتنظيمه التكتيكي. وتعتمد إنجلترا على مجموعة من النجوم اللامعين، في مقدمتهم القائد والهداف هاري كين صاحب الخبرة الكبيرة والحس التهديفي العالي، إلى جانبه النجم الشاب جود بيلينغهام الذي أثبت أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بفضل مهاراته وقدرته على صناعة الفارق، كما يبرز فيل فودين بسرعته وتحركاته الذكية، إضافة إلى بوكايو ساكا الذي يشكل خطراً دائماً على دفاعات المنافسين. أما في الخط الخلفي فيعول المنتخب الإنجليزي على الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي في محاولة لإيقاف الهجوم الأرجنتيني المرعب. وفي الجهة المقابلة يدخل منتخب الأرجنتين المباراة بطموح كبير لمواصلة كتابة التاريخ، المنتخب الذي يمتلك إرثاً كروياً عريقاً والذي أنجب أساطيراً بحجم مارادونا وليونيل ميسي يسعى اليوم إلى بلوغ نهائي جديد وإسعاد الملايين من عشاق التانغو حول العالم. ويمتلك المنتخب الأرجنتيني مجموعة من النجوم القادرين على قلب موازين أي مباراة. في المقدمة يبرز الأسطورة ليونيل ميسي، الرجل الذي لا يحتاج إلى تعريف، وصاحب اللمسات الساحرة والخبرة الهائلة في المواعيد الكبرى. وإلى جانبه يأتي المهاجم الخطير خوليان ألفاريز الذي يتميز بسرعته وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء. كما يضم المنتخب الأرجنتيني لاعبين مميزين في خط الوسط مثل إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر، القادرين على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفرص. وفي الدفاع يعتمد المنتخب على القوة والصلابة من أجل التصدي للهجوم الإنجليزي القوي. إنها مواجهة تجمع بين المدرسة الإنجليزية العريقة والروح اللاتينية المقاتلة، مباراة تتجاوز حدود 90 دقيقة وتحمل في طياتها الكثير من الذكريات والقصص التاريخية التي صنعت أمجاد المنتخبين عبر السنين. الجماهير الإنجليزية تحلم بالعودة إلى منصة التتويج بعد عقود طويلة من الانتظار، بينما يأمل عشاق الأرجنتين في مواصلة المشوار نحو لقب عالمي جديد. كل شيء سيكون ممكناً الليلة، وكل تفصيل صغير قد يصنع الفارق. فمن سينجح في حجز بطاقة العبور إلى النهائي الكبير؟ هل يفرض الإنجليز قوتهم وانضباطهم التكتيكي؟ أم أن سحر الأرجنتين وخبرة نجومها سيحسمان المعركة؟ استعدوا لسهرة كروية لا تنسى، لأن التاريخ سيكتب من جديد في نصف نهائي كأس العالم عندما يلتقي منتخب إنجلترا والأرجنتين
في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة هذا العام. صافرة البداية تقترب والقلوب تخفق، والعالم بأسره يترقب هذه القمة الأسطورية.